اوعى ما تقولش لا وتيجي على نفسك علشان ترضي الناس، ما تجيش على نفسك علشان ترضي اي حد عموما. ولازم تكون عارف ازاي تصنع حدود لنفسك ولوقتك. ساعات هتحس نفسك ما بتقولش لا علشان ما تزعلش اللي قدامك، او علشان ما تبانش وحش، او علشان تاخد نظرة احترام من اللي قدامك. بس في الواقع كل مرة ما بتقولش فيها لا بتيجي على حساب نفسك وتستهلك من جهدك ووقتك. وخليك عارف ان اللي بيحترمك هيحترم لا بتاعتك. وبرضه خليك عارف ان قيمتك انك تصنع حدود لنفسك، مش بس في لا، في كل حاجة عموما. فبدل ما تقول حاضر ماشي، قول لا بدون تبرير واعتذار زاد عن اللزوم لو انت فعلا مش فاضي. وعلى فكرة اغلب الناس بشكل لا ارادي بتحترم الشخص اللي بيقول لا. بس هو لما اقول لك انزل حط لايك واشتراك تقول لي لا، في دي بالذات ما تنفعش. ده محمد، شخص وراه شغل ودراسة، بس كل ما حد يطلب منه يعمل شغل زيادة ما كانش بيقول لا، وكان بيوافق، وكان بيجي على وقته ونفسه. محمد قعد مع نفسه وابتدى يحس انه بيشتغل اكتر من اللي حواليه، وبيجي على نفسه دايما، وحتى مش حاسس بالتقدير اللي هو. وقرر من بكره انه هيقول لا مادام مش فاضي علشان ما يجيش على نفسه. وفعلا لما ابتدى يقول لا صنع حدود لنفسه، الكل ابتدى يحترمها، وفي نظر غيره ما لاحظش قله احترام او تقدير، ولقي الدنيا بسيطه وما عادش بيضغط نفسه زي الاول، والناس بقت بتحترمه اكتر كمان. فما دمت مش فاضي وهتيجي على نفسك مفيش مانع انك تقول لا. وما دام الفيديو خلص يا ريت تنزل تشترك وتدينا لايكك الجميل وتعليق ايجابي. اشوفك في الفيديو الجاي على خير. سلام.